السلام عليكم الاخوات. الدرس ديال اليوم كيف ما كتلاحظوا هو ان كيفاش نلاقيو القفطان ولا الجلابه باما البريم اولا القيطان، لان الكثير من الاخوات ما عندهمش ماكينه وكيبغيو يلاقيو جلابه ولا قفطان. الان غنوريكم كيفاش تلاقيوهم باليد. هنايا في الاول كنبداو الكتاف هما الاولين، من بعد الكمام. بداو الكتاف هما الاولين، هذا الكمام هنا، هاو هادو هما الاولين الكتاف. من بعد الكمام من هنا ومن هنا. من بعد غادي نبداوه من الراس ديال اليد ونهبطوا معاها حتى لتحت، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش تلصقوا السفيفه وكذلك كيفاش ديروا العقاد. بالنسبه للعقاد كيفاش غادي نركبوهم. دابا غادي نوريكم كيفاش تخدموا الخيط. اما البريم، هاد البريم كيكون غير حرير ديال الصابره، وكدي هاد المعلم كيبرمو لك هكا على حساب السفيفه اللي عندك، كتاخدو على حسابها. من بعد اما قيطان ولا بريم، كدير اول حاجه لوغلي الثوب، من بعد كتاخد ضربه في الثوب وضربه في البريم وضربه في الثوب هكا باش كيجي لداخل. نعاود ضربه هكا وفي البريم ولا القيطان بحال بحال. كنضربو مره في الثوب في القيطان وفي الثوب هكا، الثوب البريم والثوب. بالنسبه هذه هي كيفاش غادي نخدمو باش نلاقيو الثوب والقيطان كذلك الثوب. انا كنظن بان الشرح واضح. والثوب دائما نهبط مقاده بالبرة وناخد وبحال ندور البرة شويه في الجن باش يجيني القيطان ما يجينيش مزير. نهبط مقاده وناخد الثوب والبريم وعاد تاني الثوب هكا باش غادي نحصلو على هاد الشكل هكايا. هذا هو اللي كنلصقوه دابا، هاد البريم كنلصقوه. نتمنى الدرس يكون واضح. وبالنسبه للاخوات اي استفسار انا راه الاشاره، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم اي جديد. وبالتوفيق للجميع.